وأنا من جوايا نار. أنا عايزة أبقى أم، عايزة أحس إني زي أي ست متجوزة، عايزة حياتنا تبقى طبيعية. كنت بكلمه معاه بهدوء، بصوت خايف ومكسور. يا حبيبي، إيه رأيك نروح لدكتور؟ مفيش مشكلة خالص، ده عادي عشان ربنا يكرمنا ونخلف. وفجأة جوزي اتغير 180 درجة، وشه قلب وصوته عالي عليا وقال لي بعصبية: بقولك إيه، أنا كويس ومفيش عندي أي مشكلة. كأنه اتكهرب، كأني جبت سيرة العفريت. وقتها حسيت بالخوف بجد، حسيت إني لو ضغطت عليه هيعمل فيا حاجة أو يمكن يسيبني. بس المشكلة ما كانتش فيا ولا فيه بس، المشكلة بدأت تطلع بره أوضتنا. أهل جوزي وبالذات أمه كل شوية تسألني: ها يا ليلى، حامل ولا لسه؟ وتبصلي بطريقة غريبة كأني فيا عيب، وفجأة تقول: ما تروحي تكشفي يا بنتي، يمكن عندك حاجة منع الحمل. وأنا أعمل إيه؟ أقول لها إيه عن ابنها؟ مستحيل. ضغط أمه كان كابوس، وجوزي ما بيستحملش. يا ترى مين هيتكشف عليه؟ وإيه رد فعل جوزي لما ليلى حاولت توحده للمرة الأخيرة؟ استنوا المفاجأة الصادمة في الجزء الرابع.